والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أبناء طلاب الصف التاسع، لدينا اليوم درس من الدروس المهمة من دروس الفيزياء الشيقة بعنوان الطاقة. معنى الطاقة أبناء الطلاب هي القدرة على إنجاز العمل، قدرة الجسم على إنجاز عمل ما. هذا تعريف الطاقة، هي قدرة الجسم على إنجاز عمل ما. وحدة قياس الطاقة، وحدة قياس الطاقة هي الجول. إذن وحدة قياس الطاقة هي الجول، نرمز لها جي باللغة الإنجليزية، جي كابيتال أو جي سمول لتر. نتعرف أبناء الطلاب على أول نوع من أنواع الطاقة بعنوان الطاقة الكامنة الثقالية. طاقة كامنة أي مختزنة مخبأة، الثقالية أي تتعلق بالثقل. ما معنى الطاقة الكامنة الثقالية؟ عندما نرفع جسما عن سطح الأرض إلى سوية معينة على ارتفاع h، فإننا نبذل عمل، هذا العمل يختزن داخل الجسم على شكل طاقة نسميها الطاقة الكامنة الثقالية. فمعنى الطاقة الكامنة الثقالية هي الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة العمل المبذول عليه لرفعه عن سطح الأرض مسافة h من المثل. h ارتفاع من كلمة هاي باللغة الإنجليزية. إذن الطاقة الكامنة الثقالية هي الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة العمل المبذول عليه لرفعه عن سطح الأرض مسافة h. إذن الطاقة الكامنة الثقالية هي طاقة مختزنة مخبأة كامنة داخل الجسم نتيجة العمل الذي بذلناه لرفع الجسم عن سطح الأرض. ما هي العوامل المؤثرة بالطاقة الكامنة الثقالية؟ أبناء الطلاب، كلما ارتفعنا إلى الأعلى كلما بذلنا عملا أكثر، وبالتالي كلما اكتسب واختزن الجسم طاقة أكثر. فإذا الارتفاع عامل من العوامل المؤثرة بالطاقة الكامنة الثقالية. النقطة الثانية أبناء الطلاب، إذا أخذنا جسم ثقله W1 رفعناه إلى سوية معينة، ثم أخذنا جسما آخر أثقل منه، لا شك أننا سنبذل عملا أكبر في حالة الثقل الأكبر، وبالتالي الطاقة الكامنة الثقالية تزداد كلما ازداد ثقل الجسم. فالعوامل المؤثرة في الطاقة الكامنة الثقالية عاملين اثنين. العامل الأول ثقل الجسم، والذي نرمز له W، حيث تزداد الطاقة الكامنة الثقالية، تزداد الطاقة الكامنة الثقالية والتي نرمز لها بالرمز EB بازدياد ثقل الجسم، أي التناسب الطردي. لا ننسى أبناء الطلاب ثقل الجسم يساوي كتلة الجسم في تسارع الجاذبية الأرضية. هذا قانون مهم جدا جدا. ثقل الجسم بنيوتن طبعا مقاس يساوي كتلة هذا الجسم في تسارع الجاذبية الأرضية، والتناسب طردي بين ثقل الجسم والطاقة الكامنة الثقالية التي نرمز لها بالرمز EB. العامل الثاني هو الارتفاع عن سطح الأرض. كلما ارتفعنا الارتفاع عن سطح الأرض ونرمز له طبعا بالرمز H، كذلك الأمر تتناسب الطاقة الكامنة الثقالية طردا مع الارتفاع عن سطح الأرض. فكلما ارتفعنا عن سطح الأرض بذلنا عملا أكثر، وبالتالي اختزنت طاقة كامنة ثقالية في الجسم أكثر. إذن تزداد الEB طبعا الطاقة الكامنة الثقالية بازدياد الH الذي نقصد به الارتفاع. كلما ارتفعنا كذلك الأمر تناسب طردي.
فإذا نستطيع أن نقول إن الطاقة الكامنة الثقالية EB تتناسب طرديا مع كل من ثقل الجسم والارتفاع عن سطح الأرض. ثقل الجسم والارتفاع عن سطح الأرض. قد يأتينا سؤال عدد أو اذكر العوامل المؤثرة بالطاقة الكامنة الثقالية. الآن ما هي القوانين التي تحسب لي الطاقة الكامنة الثقالية أبناء الطلاب؟ لدينا القانون الأول: الطاقة الكامنة الثقالية EB تساوي ثقل الجسم العامل الأول في الارتفاع عن سطح الأرض. ثقل الجسم في الارتفاع عن سطح الأرض. القانون الثاني يشتق من القانون الأول: EB تساوي W ثقل الجسم هي عبارة عن M ب G، وبالتالي كتلة الجسم في G تسارع الجاذبية الأرضية في H الارتفاع عن سطح الأرض. يصح أن نستخدم هذا القانون ويصح أن نستخدم هذا القانون حسب المعطيات الواردة لدينا في المسألة. القانون الثالث هو قانون استنتاجي من التعريف. الطاقة هي العمل المبذول. الطاقة الكامنة الثقالية هي العمل المبذول، فالطاقة الكامنة الثقالية EB تساوي العمل المبذول لرفع الجسم. تساوي العمل المبذول لرفع الجسم إلى سوية H. هذه القوانين الثلاثة أبناء الطلاب هي التي تحسب لي الطاقة الكامنة الثقالية، ولدينا بعد قليل قانون يجمع بين الطاقة الكامنة الثقالية والطاقة الحركية. إذن القانون الأول EB الطاقة الكامنة الثقالية تساوي ثقل الجسم في الارتفاع عن سطح الأرض. لنكتب الآن EB تعني الطاقة الكامنة الثقالية متعلقة بالثقل، W ثقل الجسم، الآن G تسارع الجاذبية الأرضية، تسارع الجاذبية الأرضية، هذه معاني الرموز الآن، ثم H الارتفاع عن سطح الأرض، الارتفاع عن سطح الأرض. ما هي وحدات قياس هذه الكميات الفيزيائية؟ الطاقة الكامنة الثقالية كما قلنا الطاقات تقاس بالجول، الثقل يقاس بالنيوتن، G تسارع الجاذبية الأرضية 10 متر بثانية أس ناقص 2 وهو ثابت يعطى في نص المسألة. الارتفاع H يقاس بالمتر، يقاس بالمتر، وإذا كان طبعا بالسنتيمتر نحول للمتر، والثقل بالنيوتن. وهذه القوانين الثلاث التي تحسب لي الطاقة الكامنة الثقالية. ننتقل الآن إلى القسم الآخر أو النوع الآخر من الطاقات وهو الطاقة الحركية. ماذا نقصد بالطاقة الحركية؟ كل جسم متحرك له طاقة، مثل طاقة الرياح. الرياح تحرك أوراق الأشجار، المياه الجارية تحرك السفن على سبيل المثال. فإذا الطاقة الحركية هي طاقة الجسم الناتجة عن حركته، هي الطاقة الحركية هي طاقة الجسم الناتجة عن حركته، يعني حركة هذا الجسم. إذا مرتبطة الطاقة الكامنة الطاقة الحركية بالحركة. إذا كان الجسم ساكن فليس له طاقة حركية، مجرد أن يذكر لي أن الجسم كان ساكنا فليس لديه طاقة حركية، أو نقول إن طاقته الحركية تساوي صفر. الآن ما هي العوامل المؤثرة بالطاقة الحركية؟ هناك عاملين كذلك يؤثران بالطاقة الحركية، هما عامل كتلة الجسم وسرعة الجسم. كلما كانت كتلة الجسم أكبر كلما كانت الطاقة الحركية التي يختزنها أو يكتسبها الجسم أو يعطيها الجسم المتحرك أكبر. إذن أولا كتلة الجسم وهو كذلك الأمر تناسب طردي. طبعا رمز كتلة الجسم نرمز لها بالرمز M. كتلة الجسم يتناسب أو تتناسب أو نقول تزداد الطاقة الحركية بازدياد كتلة الجسم. كلما كبرت كتلة الجسم كلما زادت طاقته الحركية. فلو سقط لدينا حجران من ارتفاع معين فإن الجسم الذي يمتلك كتلة أكبر لا شك أنه سوف يؤثر بالأرض بعمل أكبر نتيجة الطاقة الحركية التي تحرك بها. ثانيا
سرعة الجسم، سرعة الجسم نرمز للسرعة بالرمز لسرعة الجسم، نرمز للسرعة بالرمز دي طبعا. تزداد الطاقة الحركية أو تتناسب الطاقة، تتناسب الطاقة الحركية للجسم مع مربع سرعته، طبعا تناسبا طرديا، يعني تزداد سرعة الجسم أو تزداد عفوا الطاقة الحركية بازدياد سرعة الجسم، كلما ازدادت سرعة الجسم كلما كانت طاقته الحركية التي يمتلكها أكبر، والتناسب طرديا بين مربع السرعة والطاقة الحركية. الآن ما هو القانون الذي يحسب لي الطاقة الحركية؟ لدينا قانون هو EB، إيكا عفوا الطاقة الحركية، إيكا هي الطاقة الكامنة الثقالية، إيكا تساوي نصف M كتلة الجسم في مربع سرعة الجسم، في مربع سرعة الجسم. معاني الرموز وحدة قياسها، هذه الطاقة الحركية وحدة قياسها الجول، M كتلة الجسم تقاس بالكيلوغرام، لا ننسى أبناء الطلاب إذا كانت الكتلة بالغرام علينا التحويل إلى الكيلوغرام ونقسم على 1000. سرعة الجسم تقاس طبعا الفي تقاس بمتر على الثانية أو متر بثانية ناقص 1. للتحويل لا ننسى أبناء الطلاب، للتحويل من الغرام إلى كيلوغرام نقسم على 1000. إذا للتحويل من غرام إلى كيلوغرام نقسم على 1000، وضروري طبعا أن تكون وحدة القياس هي الوحدة الدورية. الآن الطاقة الكلية أبناء الطلاب، الطاقة الكلية أو ما تسمى بالطاقة الميكانيكية ورمزها E، هي مجموع طاقتي الجسم الكامنة الثقالية والحركية. إذا هذا التعريف بسيط، هي مجموع طاقتي الجسم الكامنة الثقالية والحركية. طيب الآن إذا أردنا نصيغ هذا الكلام على شكل قانون، E تساوي الطاقة الميكانيكية والكلية يساوي EB الطاقة الكامنة الثقالية زائد EK الطاقة الحركية. أبناء الطلاب، إذا كان لدينا هذا سطح الأرض، طبعا سطح الأرض، ولدينا جسم على ارتفاع، هذا الارتفاع H، هذه كتلة الجسم أو هذا الجسم صاحب الكتلة M. عندما يكون الجسم ساكنا على هذا الارتفاع، فإن طاقته الحركية تساوي 0 جول، بينما طاقته الكامنة الثقالية تساوي الطاقة الكلية، أو الطاقة الكلية تساوي الطاقة الكامنة الثقالية في هذه الحالة، لأننا نعوض الآن بدل الإيكا 0 وبالتالي إي تساوي إي. الآن عندما يسقط الجسم، هذا الارتفاع طبعا H، عندما يسقط الجسم وصل هذا الجسم إلى هذه المنطقة، فإن الطاقة الكامنة أو الطاقة الكلية تساوي الطاقة الكامنة الثقالية زائد الطاقة الحركية، حيث عندما تزداد الطاقة الحركية تنقص الطاقة الكامنة الثقلية، والطاقة الكلية تبقى ثابتة. إذا تزداد كلما اقتربنا من الأرض، تزداد الطاقة الحركية وتنقص الطاقة الكامنة الثقلية. أبناء الطلاب، الآن لحظة وصولنا إلى الأرض وقبل الصدم مباشرة، لحظة وصول الجسم إلى الأرض وقبل الصدم، فإنه في هذه الحالة الإي بي نتيجة انعدام الثقل تساوي 0 جول، وبالتالي فإن إي الطاقة الكلية تساوي الطاقة الحركية، أي تتحول كامل طاقة الجسم إلى حركية. إذن بحيث دائما يكون أبناء الطلاب إي الطاقة الكلية والميكانيكية هي مجموع الطاقتين الحركية والكامنة الثقالية في كل مرحلة من مراحل سقوط الجسم. ثم ننتقل أبناء الطلاب إلى الفقرة الأخيرة، وهي مبدأ مصونية الطاقة، حيث ينص هذا المبدأ أن الطاقة لا تفنى. إذن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تتحول من شكل لآخر دون
زيادة دون زيادة أو نقصان، دون زيادة أو نقصان. وهذا الكلام طبعا ضمن حدود إمكانيات البشر، ضمن حدود إمكانيات البشر. فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تتحول من شكل إلى آخر دون زيادة أو نقصان. هذا ضمن حدود مقدرة البشر. أبناء الطلاب، هذا هو درسنا، درس الطاقة، وهو من أمتع وأطول الدروس طبعا. أبناء الطلاب، لا ننسى إذا أردنا الوصول إلى الحقيقة فلا بد من سلوك مسالك العلم. بالعلم نرتقي. نتمنى لكم التوفيق أبناء الطلاب.